وتقول عليه اصل شفت كهربا لما باعنا ايه اللي حصل له، ايه اللي حصل له يا حبيبي؟ عمل تاريخ. كهربا لحد النهارده كده عمل تاريخ، لو كمل ان شاء الله في النادي الاهلي هيعمل تاريخ اكبر. ما كملش هو عمل تاريخ اكبر من اي حد عندك في النادي. شوف اي لاعب عندك في النادي على مر التاريخ مش هتلاقي عمل اللي كهربا عمله في النادي الاهلي في الاربع خمس سنين دول. فطبعا كل الدعم الكهربا. طبعا هنبدا الفيديو بالجمله اللي مش عارف بتضايق ناس، مش عارف بتضايقهم ليه. يعني الاهلي بمنحط بتضايقك في ايه يا حبيبي؟ قول لي بس والله، يعني نفسي افهم، نفسي افهم انت الجمله دي بتضايقك في ايه؟ ما الجمله دي انت شفتها قبل كده وبتشوفها تاني النهارده وهتشوفها ان شاء الله في المستقبل وهتفضل تشوفها طول عمرك لحد اخر يوم في عمرك ان شاء الله. هتشوف ان الاهلي بمن حضر. الاهلي النهارده لما يبدا بتشكيل واحد زي مصطفى مخلوف الحارس الرابع بتاعنا، ويلعب طبعا بالدبيس الناشئ، ويلعب طبعا بياسر ابراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال اللي ما بيشاركوش في الفتره الاخيره، ويلعب طبعا في نص الملعب بقفشه اللي ما بيشاركش برضه باستمرار وبينزل اخر 10 دقائق وربع ساعه، وطبعا كده كده نجم يعني ونجم القضيه وبيعرف يجيب اجوان وبيعرف يعمل اسيستات وبيعرف يعمل كل حاجه. وكهربا اللي كان بعيد، وهتلاقي محمد ابراهيم الناشئ اللي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله عليه، اللي هو ممكن يعني في الفتره دي ممكن يلعب عادي في اي فرقه من اللي هم اللي بينافسوا في المربع الذهبي. اصل بعيد عن الاهلي طبعا انت فاهم، لان الاهلي بعيد عن الفرق دي كلها، يقدر يلعب عندهم عادي على اي حد عندهم. وحدث ولا حرج بقى عن النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. هتبص تلاقي دايما الاهلي بمن حضر، هتلاقي روح الفانيلا الحمراء. فاهمني؟ يعني حاول تركز معايا في الحتتين دول، وحاول ان انت ما تتضايقش لما تسمعهم. ليه؟ لان ده ارض واقع، ده حقيقه، ده حاجه موجوده زي ما قلت لك، انت شفتها قبل كده وبتشوفها تاني وهتفضل تشوفها ان شاء الله لغايه اخر يوم في عمرك ايا كان سنك يعني. المهم الف مليون مبروك طبعا يا اهلاويه. والاهلي النهارده بيعادل الرقم القياسي الثاني زي ما قلت لك قبل كده. اوعى تنسى مني، مش عايزك تقع مني بالله عليك. الاهلي دايما جه عشان خاطر يعمل ارقام قياسيه ويضربها. الاهلي جه عشان يعمل ارقام قياسيه ويضربها زي ما عملها مانويل جوزيه قبل كده وفاز ب 21 مباراه على التوالي. الاهلي النهارده بيقدر يفوز برضه ب 21 مباراه على التوالي، بس الفرق ان مانويل جوزيه كان عملها على موسمين. موسم طبعا 2003 2004 كان فاز في اخر 4 لقاءات، وبعد كده كان عمل 17 فوز متتالي في موسم 2004 2005 لحد ما المصري كان وقف، او نادر السيد مش المصري، لان احنا كنا ساعتها بنلعب نادر السيد كان بيشيل كوره بص من كل حته، بكل حته في جسمه كان بيشيل اجوان. المهم النهارده بيعادل طبعا الرقم ب 21 مباراه فوز متتالي بس في موسم واحد، ولسه في مباراتين ان شاء الله باذنك يا رب يقدروا الرجاله ان هم يفرحونا برضه ويفوزوا باللقاءين. بس طبعا كولر بقى يعني مش عارف هيحسب له ال 21 مباراه وهو لعب 20، وطبعا سامي قمصان كمل له ال 21 وان شاء الله يكمل له ال 22 وال 23 عشان نوصل برضه للنقطه رقم 90 كاعلى برضه، نضرب رقم الكاس بتاعنا احنا برضه اللي كنا عاملينه قبل كده ب 89 نقطه. لو قدرنا ان احنا نفوز في الماتشين ان شاء الله هنعمل رقم قياسي جديد ب 90 نقطه زي ما قلت لك. ما مش عايزك تنسى بالله عليك، بالله عليك ما تنسى. احنا جينا عشان نعمل الارقام القياسيه ونضربها، لان مش شايفين حد يضربها ولا حد يعملها غير النادي الاهلي. وطبعا النهارده بقى يعني الحمد لله محمود كهربا، انت بقى صاحبي تتفق تختلف، انا بحب الواد ده. انا الواد ده قسما بالله لله في لله، هو بالنسبه لي الواد ده كهربا السالك. يعني ضيع كوره في الثانيه فربنا كرمه بالثالثه، وتحس ان الكوره شايطها مش برجله، شايطها بقلبه. الولد بقلبه كده بعز ما فيها بشايط الكوره يعني، وربنا بيكرمه. وانا قلبا وقالبا مع المدرب، والله المدرب قال كهربا يقعد على عينه وعلى راسي، قال كهربا يخرج يبقى على عينه وعلى راسي. عندنا الاهلي رقم واحد، ما عندناش طبعا تماثيل عجوه وما بنعرفش نعمل ايه تماثيل عجوه من اللعيبه، لكن واحد زي ده مع كامل احترامه وتقديري لكل اخ اهلاوي لازم برضه ان احنا نديله احترامه، ولازم ان احنا ندعمه ايا كان بقى سواء موجود او مش موجود. كهربا لو مشي النهارده من النادي الاهلي، هو التاريخ اللي هو عمله في الاربع خمس سنين اللي لعبهم عندنا قسما بالله ما يعرف يعملهم في 10 سنين، او لعيبه ثانيه ما تعرفش تعملهم في 10 15 سنه في انديه ثانيه. كهربا اللي واخد 4 افريقيا واخد 2 دوري واخد 4 برونزيه كاس عالم للانديه مع 2 سوبر افريقي مع 2 سوبر مصري مع 2 كاس، عامل بص كل حاجه يعني تقريبا قافل اللعبه بالنسبه لناس ثانيه. يعني لو عدت بال10 سنين مش هتعرف تعمل الارقام دي. فكهربا لو مش النهارده اوعى تفكر يا صاحبي وتقول عليه اصل شوف كهربا لما باعنا ايه اللي حصل له، ايه اللي حصل له يا حبيبي؟ عمل تاريخ. كهربا لحد النهارده كده عمل تاريخ، لو كمل ان شاء الله في النادي الاهلي هيعمل تاريخ اكبر. ما كملش هو عمل تاريخ اكبر من اي حد عندك في النادي. شوف اي لاعب عندك في النادي على مر التاريخ مش هتلاقي عمل اللي كهربا عمله في النادي الاهلي في الاربع خمس سنين دول. فطبعا كل الدعم الكهربا. واحمد عبد القادر يعني ربنا يكرمه كده يا رب برضه، وجاب لنا جون حلو النهارده حاجه حكايه كده، ربنا يوفقه ان شاء الله ويقدر يستغل الفرصه بقى الفتره اللي جايه او الماتشين اللي جايين. يعني ظبط امورك يا احمد عبد القادر، انت طبعا خساره ان انت تضيع موهبتك دي. ان شاء الله ربنا يوفقك، وباذن الله دايما منصورين وفرحانين يا رجاله. والف مليون مبروك يا اهلاويه.
وان شاء الله نتقابل الماتش الجاي. وعلى فكره الاهلي بمن حضر زي ما قلت لك، حتى لو خسرنا الموضوع برضو بيبقى قاعده، وكل قاعده لها استثناء، عشان ما تجيش في الاستثناء تقول لا وانت مش كنت قلت الاهلي بمن حضر والاهلي بيلعب بالناشئين دلوقتي ما كسبش. كل قاعده لها استثناء، فالقاعده بتقول ان الاهلي بمن حضر. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.